للهلال. نائب رئيس نادي الهلال عبد الرحمن نمر قال انه المباراة مهمة لكنها لن ترتقي الى المستوى الفني، واضاف ان الهلال مستعد فنيا رغم الغيابات. طلال غامدي ايضا من لندن. الحمد لله، طبعا المباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، وتأتي حقيقة في نهاية، نعتبرها نهاية الاستعداد في المعسكر وبداية استعداد الموسم الرياضي الجديد. لا شك أنها مباراة مهمة جدا. طبعا أنا متوقع أنها لا ترتقي بالمستوى الفني بحكم أنها مباراة بداية الموسم، ولكن أكيد بطبيعة الحال أنه احنا حنجتهد كثير ان احنا نقدم مستوى جيد ونظفر بالكاس. والاهم حقيقه من هذا هو ان يظهر الفريقين بمستوى فني مشرف، خاصه المباراه تقام يعني خارج ارض الوطن، واحنا حريصين ان شاء الله ان نقدم مستوى يليق بسمعه الكره السعوديه. لو اعطيتنا بعض الاسباب لاقامه هذه المباراه خارج الديار. والله انا اعتقد احنا في نادي الهلال ما كان يهمنا المكان كثير زي ما كان يهمنا الوقت، لأن طرح خيار أنه تقام المباراة في أواخر السنة الميلادية في دبي، وطبعا هذا يخالف تماما استعداد الفريق ورفض تماما من عندنا في النادي، لأن المباراة هذه زي ما قلنا أنها هي المباراة الخامسة في استعداد الفريق، وكان المدرب حاطها من ضمن الجدول الزمني لتجهيز الفريق لمنافسات الموسم. ولكن لما طرح طبعا خيار لندن، اعتقد ان ما كان يعني عندنا رفض ابدا للموضوع، لانه ما يفرق كثير، بالذات ان احنا معسكرنا كان في النمسا. بعد يعني اقرار المباراه في لندن مدد المعسكر لمده 5 ايام، ورؤيه يعني انها ان شاء الله تكون فيها فائده برضه كبيره زياده فتره المعسكر. الفريق عندنا 30 لاعب، وال30 لاعب كلهم في بدايه الموسم كلهم مجهزين للمشاركه. لا شك انه مهما يكون لما يكون عندك لاعب مؤثر ولاعب ذو قيمة فنية عالية ويصير مصاب أو موقوف، بالطبيعي أنه بيأثر أو تتمنى أنه يشارك، لكن طبعا الجهاز الفني حريص جدا أنه يجهز بدلاء لمثل هذه المواقف. وأعتقد أنه احنا عندنا يعني خيارات كثيرة في كل مركز، وما راح إن شاء الله نتأثر بالنقص بإذن الله. لكن لو حصلت الخسارة للهلال في هذه المباراة وعنده مباراة في آسيا وأيضا الدير ربما تؤثر، فالفوز أمر مهم بالنسبة لكم. لا أختلف معك تماما، طبعا الفوز مهم جدا، ومباراة تعنينا من كل النواحي. أولا أنها في بداية الموسم ونتمنى أن نطمن على المستوى الفني. الشيء الثاني أنها بطولة محسوبة ونتمنى أن نظفر بها ونزيد غلة الفريق من البطولات. السبب الثالث أنها مباراة ديربي ومباراة تنافسية مع فريق منافس، وكل فريق أكيد يتمنى أنه يفوز بهذه المباراة. لكن أختلف معك تماما في أنها قد تؤثر لو لا سمح الله خسرنا النهائي. أنا ما أعتقد أبدا أنها تؤثر، لأنه أنت تستعد وتلعب مباراة أو تجهز فريق في معسكر مو بالمباراة السوبر فقط. احنا مجهزين، فإذا كان يستعد لمباراة السوبر فهذا تخطيط سيء طبعا. أنت تجهز المعسكر كامل فترة طويلة في الاستعداد للموسم كامل في 6 بطولات. أنا أعتبرها 6 بطولات وليست بطولة. أبدا أبدا هذا غير صحيح. نحرص على أن احنا نكسب، نحرص على أن نفوز، وكل مباراة عندنا كل المباريات الموسم تعتبر مباريات مهمة ونحرص أن نكسبها. لكن ليس صحيح أبدا أنه لو لا قدر الله أو خسرنا المباراة أنها تؤثر سلبا أو الاستحقاقات القادمة، فهذا غير صحيح أبدا. الفريق جاهز بإذن الله لمشاركات الموسم كاملة، ونسعى جاهدين لحصد أكبر قدر ممكن من بطولات، ولكن احنا نجتهد فقط، والباقي على الله سبحانه وتعالى.